فرسميا غادي يساليو المباريات الثانيين ديال دور المجموعات ديال كاس العالم، وغادي ندخلوا هذا النهار في المباريات الثالثين واللي الاخرين اللي غادي يحدوا المراتب ديال كل فرقه فين غادي تكون، شكون الدوله اللي غادي او المنتخب اللي غادي يتاهل، شكون المنتخب اللي غادي يتقصى، شكون المنتخب اللي غادي يمشي كاحسن تواليت. وهادشي كامل غادي يكون هذا النهار اللي غادي يبدا. المباريات الثانيين غيعطيونا بزاف ديال الملامح ديال المنتخبات اللي غادي يكونوا هما الاولى، المنتخبات اللي غادي يتاهلوا كثانيين، والمنتخبات اللي تقصاو وابرز منهم هما تونس حتى هايتي اللي غادي يلعبوا مع هذا النهار. والمباريات الاخيره واللي هما الثالثين غادي يبداو هذا النهار. حتى المنتخب المغربي غادي يلعب الماتش ديالو هذا النهار ضد واحد المنتخب اللي هو مقصي واللي هو هايتي، ولكن هذا الماتش فهو مهم بزاف للمنتخب المغربي لحيت بسببه غادي يشوف المركز ديالو في المجموعه، واش غادي يتاهل هو الاولي او هو الثاني او حتى يمكن له يتاهل حتى هو الثالث. فواخا المنتخب ديال هايتي فهو ساهل على الورق واللي نقدروا نربحوه بالنتيجه اللي هي كبيره، ولكن واللي ربحاته حتى اسكتلندا ب1-0 ولا البرازيل ب3-0، ولكن كيبقى ماتش اللي هو مصيري، ماتش اللي غادي حتى هايتي غادي تبقى تعطي كامل اللي عندها. وكنظن بان غادي يكون ماتش صعيب، ولكن كنظن المنتخب المغربي غادي يبغي يلعب على المركز الاول. ولا ما كنتيش عارف، فالمنتخب المغربي عنده جوج ديال الاحتمالات ديال المنتخبات يقدروا يطيحوا ضده في الدور اللي موراه، واللي هي الى جا المركز الاول فيقدر يطيح مع المنتخب ديال اليابان، ولكن الى جا في المركز الثاني هو تقدر حتى الان يطيح مع المنتخب ديال هولندا. فقبل ما ندخلوا على شكون هو المنتخب اللي هو مزيان نلعبوا ضده، واش هو الياباني او الهولندي، فهذا هو المنتخب اللي غادي يلعبوا ضده في الترتيب الحالي او في المنتخبات كامل اللي تاهلوا في هذا الترتيب هذا واللي هما هاد المباريات. فكما كتشوف عندنا الى المنتخب المغربي واللي هو كيحتل دابا المركز الثاني، الى بقى في المركز الثاني غادي يلعب مع هولندا، واللي كما كتشوف المنتخب البرازيلي واللي هو الاول حتى الان فهو غادي يلعب ضد اليابان اللي هي المركز الثاني. وكما كتشوف هادو هي المباريات اللي غادي يلعبوا موراها الى تاهلنا الدور اللي موراه. فإلا ربحنا هولندا غنقدروا نلعبوا ما بين كوريا او سويسرا، وإلا جينا في المركز الاول ولا لعبنا ضد اليابان غنقدروا نطيحوا اما مع الكوت ديفوار او النرويج. فهذا كما قلت ماشي هو الترتيب النهائي، ولكن الترتيب من بعد ما سالوا المباريات الثانيين كاملين. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يتبدلوا في الماتشات الثالثين، نقدروا نشوفوا هنايا بزاف ديال الفرق غادي تبدل لهم البلايص ديالهم. غادي نشوفوا منتخبات اللي تقدروا ما تكونوش ما غاديش يتاهلوا هنايا وكاينين هنايا، فمازال ما تغير والو صراحه. ولكن كما قلت هادو هما الاحتمالات ديال المنتخبات اللي غادي يتحدثوا المنتخب المغربي اما المنتخب الهولندي او المنتخب البرازيلي. وإلا بغى المنتخب المغربي يلعب ضد اليابان فخاصو يجي في المركز الاول، وإلا بغى يحتل هذا المركز الاول فخاصو هاد الشروط. والشرط الاول هي البرازيل تعادل ضد اسكتلندا، واللي واحد الشيء اللي هو وارد حيت اسكتلندا واحد المنتخب اللي هو مزيان، والمنتخب المغربي يربح هايتي واخا غير ب1-0. اما الشرط الثاني البرازيل واخا يربح اسكتلندا ولكن تكون بواحد النتيجه اللي هي قليله ديال 1-0، ولكن المنتخب المغربي خاصو يربح المنتخب ديال هايتي بكثر من 4-0، يعني 4 فما فوق. فهادو هما الاحتمالات ديال المنتخب المغربي باش يحتل المركز الاول في المجموعه ديالو. فمن بعد دابا ما شفنا المراكز والاحتمالات، ودابا ندوزو للسؤال ديال شكون اللي احسن يلعبوا معاه او شكون اللي احسن يلعب مع المنتخب المغربي، واش منتخب اليابان او المنتخب ديال هولندا. بطبيعه الحال تقدر ما نلعبوش مع المنتخبات لحيت في الماتش الاخير ديال اليابان او هولندا فهما ماتشات اللي هما صعبين، خاصه الماتش ديال اليابان اللي غادي يلعب ضد السويد، واللي السويد عندها 3 ديال النقاط وتقدر تقلب على رباح وتربح اليابان ونطيحوا ضدها حنايا. ولكن نمشيو حنايا في المنطق ديال بان اليابان تقدر تتعادل او تربح السويد، وحنايا نقدروا نطيحوا معها الى جينا في المركز الاول. ونرجعوا للسؤال ديال شكون من الافضل نلعبوا ضده، واش اليابان او هولندا. فبالنسبه لي افضل منتخب اللي نقدروا نلعبوا معاه هو اليابان. فلاش قلت من الاحسن المنتخب المغربي يلعب مع اليابان وماشي هولندا، فبطبيعه الحال اليابان ماشي منتخب اللي هو سهل، كتعتبر اليابان واحد من اصعب المنتخبات اللي كاينين في هذه البطوله هذه بطبيعه الحال، واللي غادي يبين لك هادشي في المباريات الاخيره ديالو كامله فغادي تكون ايجابيه. واكثر من هادشي فهو غادي يتعادل مع هولندا، ولكن كنشوف المنتخب الهولندي فهو خطر بزاف من اليابان، وعطيت بزاف ديال الاسباب علاش من الافضل نلعبوا مع اليابان على هولندا. واول سبب هما الاسماء اللي عند هولندا ماشي هي اللي عند اليابان. ولا جينا نشوفوا الماتش ديال هولندا واليابان اللي سالا ب2-2، فكما كتشوف هذه هي المباراه. ولا جيتي تشوف ديال الاسماء
فكاملين كيديروا الفريق ديال هولندا. ولا جيتي تشوف اللعابه اللي كاين في الخطوط ديالهم، لا من الحارس او الدفاع على وسط الميدان او الهجوم، غادي تلقى لعابه اللي هما واعرين بزاف واللي كيلعبوا بشكل اللي هو دائم مع الفرق ديالهم واللي كيديروا الفريق. ولا جينا نشوفوا كمثال اللي هو الجناح الايمن ديال هولندا واللي هو سامرفيل، فداير واحد الكومبيتيسيون اللي واعره بزاف واللي هو هاز المنتخب الهولندي فوق كتافو كما كنقولوا، وواعر بزاف واللي كيلعب مع ويست هام. وعندهم حتى كابو اللي بلا ما ندوي عليه مع ليفربول او لا حتى مع هولندا، حتى هو كيقدم مستويات اللي هي مزيانه. وحتى في قلب الهجوم ديالهم غادي يتبدل مالن، وغادي يجي فاوتو في الماتش الثاني ضد السويد بطبيعه الحال. غادي يكون بروبي اللي كيلعب مع ساندرلاند واللي غادي يكون واعر بزاف وغادي يسجل جوج ديال الاهداف. يعني الخط الهجوم ديالهم خطير بزاف وواعر، يعني بداك الدفاع اللي عندنا اللي هو واخا عندنا صراحه مزيان ولكن غادي يدير لك بزاف ديال المشاكل. ولا جينا نشوفوا وسط الميدان ديال هولندا، فكما كتشوف السميات فعنده واحد من افضل وسط الميدان في العالم، فعنده غرافنبرغ، عنده ديونغ، عنده التيجاني. يعني هاد الوسطات كاملين كيلعبوا في انديه اللي هي كبيره، واحد كيلعب في مانشستر سيتي، واحد في برشلونه، وواحد في ليفربول، وواعرين بزاف. فبطبيعه الحال ما كنقولش وسط الميدان في المغرب ناقص، بالعكس فكيتعتبر يمكن اقوى خط عندنا في المنتخب، اللي حتى عندنا لعابه اللي هو مزيان بزاف، لا العيناوي ولا بواتي او حتى أناحي قدموا مستويات اللي هي مزيانه جوج ماتشات اللي قبل. ولكن الا جيتي تشوف راه كاين اختلاف كبير. حتى الخط الدفاع ديال هولندا اللي جيتي تشوف عندهم غير السميات الواعرين، فان ديفين او لا فان دايك او لا فان هاك او حتى دانفريز، كاملين واعرين بزاف، كاملين عندهم اكسبيريونس، كاملين كيدافعوا واعر بزاف. داكشي علاش كنظن بان غادي يلقاو حتى مشاكل في الهجوم ضد هذا الفريق. وتقدر تقول لي بان بهاد الاسماء وهولندا تعادلت مع اليابان، فراه متفق معك بطبيعه الحال. ولكن الا جيتي تشوف بزاف ديال العوامل اللي خلاو هذا التعادل يكون، واللي اول عامل واللي تقدر ما تتفقش معايا فيه واللي هي حيتاش المباراه الاولى، واللي عارفين كاملين بين المباراه الاولى كتكون صعيبه بزاف، كتكون جميع الفرق ما باغيينش يخسروا، داكشي علاش كلشي كيعطي ما عنده، وما كتكونش عندك واحد الداتا بزاف على المنتخب اللي ضدك. الا جينا نشوفوا مثلا الاسماء اللي عند اليابان، فهادو هما الاسماء اللي لعبات اخر مره ضد تونس اللي ربحاتها ب4-0. فما غاديش تلقى شي اسماء اللي هما معروفين بزاف او لا اللي هما مزيانين. ولكن اليابان عندها واحد طريقه اللعب اللي مختلفه بزاف على هولندا، فهي كتلعب كمجموعه، كتلعب بزاف من العمق، حتى انهم متفاهمين بزاف. يعني كل واحد عارف اش كيدير وكل واحد عارف التكتيك اللي خصو يخدم عليه. ولكن الا جينا نشوف الاسماء مقارنه مع هولندا، فاليابان ما عندهاش شي اسماء اللي يقدروا يديروا لك خطوره بطبيعه الحال. وابرز مثال فالخط الدفاع ديالو كامل عنده ما كيلعبش مع الفريق ديالو. الا جينا نشوفوا مثلا تومياسو اللي كان في الارسنال ومشى الاياكس، الا شفنا المباريات ديالو ما كانش كيلعب بزاف مع اياكس ما كتشوف، وناقص. هذه اول حاجه. شوفوا اللاعب الثاني ديالهم اللي هو ايتاكورو، فنفس الحاجه مع تومياسو، فهو حتى هو ما كيلعبش بزاف مع اياكس وما كيقدمش مستويات اللي هي مزيانه. واللاعب الثالث ديال الدفاع ديالهم واللي هو ايتو، نفس الحاجه، فهو كيلعب مع بايرن ميونخ بطبيعه الحال، ولكن حتى هو ما كيلعبش بزاف. الا جيتي تشوف معظم الوقت ما كيكون غير بديل. يعني الدفاع ديالهم ما عندوش واحد التنافسيه ويقدر يدير بزاف ديال الاخطاء. وزايد هادشي عندهم مشاكل بزاف في الدفاع، عندهم دفاع اللي هو ثقيل واحد شويه، ونقدروا نخترقوه باللعابه ديالنا بحال دياز، بحال الصيداري، بحال خنوس. يعني كنظن بان نقدروا نخلقوا بزاف ديال الفرص ضد المنتخب ديال اليابان. وإلا جينا نشوفوا حتى الخط الوسط ديالو، فكنظن بان نقدروا الخط الوسط اللي عندنا ندومينيوهم فيه وناخذوا لهم كره دغيا. وكنظن بان عندنا وسط احسن منهم بزاف. اما بالنسبه لخط الهجوم ديالهم، فصراحه عندهم لعابه اللي هما سراح، خاصه ايتو او حتى المهاجم ديالهم اللي هو اودو، فصعابين صراحه. ولكن كنظن بان بالمقارنه الا بلا هولندا فنقدروا ندافعوه ونقدروا ما نخليهمش يدخلوا من العمق، حيت كما قلت هما كيلعبوا كجروب كمجموعه وكيعتمدوا بزاف على العمق. وكنظن بان الا درسناهم مزيان وهذا الشيء اللي كيعرف يديروا وهبي، فنقدروا نحدوا من الخطوره ديالهم. والسبب الثاني اللي كنقول علاش خصنا نلعبوا مع اليابان وماشي مع هولندا، وحتى هذا السبب قالوا به، واللي هو غادي نبقاو في امريكا. الا ما كنتيش عارف، الا جينا في المركز الثاني واضطرينا نلعبوا مع المركز الاول اللي هو هولندا، فغادي نضطروا نخرجوا من امريكا ونمشيو نلعبوا في المكسيك. ولكن الا جينا حنا في المركز الاول ولعبنا مع المركز الثاني ديالهم اللي غالبا غادي يكون اليابان، فغادي نبقاو في امريكا
وغادي يلعبوا في نيو جيرسي اولا في تكساس يمكن، وغادي يقول هاد الهضره هادي وهبي، وغادي يقول كنفضل بانني نجي في المركز الاول باش نبقى في امريكا وما نعياش بزاف في التحركات اولا في السفر، وحتى غادي يبقى عندي بزاف ديال الوقت باش نبريباري لهاد الماتش هذا، حتى ان الجو كيتبدل حيتاش ديال المكسيك ماشي هو ديال امريكا. يعني حتى هذا راه سبب اللي هو مهم، حيتاش كثرة ديال التنقلات كتعيي اللعابه بزاف، حتى انهم ما كتخليهمش مركزين وكيتبدل عليهم الجو كامل. السبب الثالث واللي كنقول الافضل نلعبوا مع اليابان ماشي مع هولندا، اللي هي المكانه ديال المنتخب المغربي في الكره العالميه. فإلا لعبتي مثلا مع هولندا فبطبيعه الحال غادي يعطيوك قيمه وغادي يحترموك، حيت ما بقيتيش داك المنتخب الضعيف واللي كيقدم مستويات اللي هي خايبه. ولكن على الورق فمازال هولندا هي المرشحه باش تربحك. يعني غادي تدخل هولندا المباراه وهي ثايقه في نفسها، باغيه تدخل تبريسيك، باغيه تخلق بزاف ديال الفرص. ولكن الا لعبتي مع اليابان فكنظن بان المكانه ديالك غادي تحترمك، غادي تخلي لك غادي تخلي لك الكره، غادي تبريسيك بطبيعه الحال. ولكن كنظن باللعابه اللي عندنا تقدروا ما نخليهمش يبريسيونيو وندومينيو المباراه. حتى المنتخب المغربي تقدر نقولوا بان غادي يلعب مرتاح واحد شويه، حتى نفسيا واخا تبدلنا بزاف بطبيعه الحال. ولكن الا لعب المنتخب المغربي مع اليابان تقدر نقدموا اداء اللي هو احسن من اللعبه مع هولندا. وبطبيعه الحال هادشي غير تقديرات، تقدر هادشي كامل يتبدل من بعد. فبطبيعه الحال في الاخير هادشي كيبقى غير تقديرات، وهذا هو الترتيب ديال المنتخبات اللي كاينين في الجروب اف. وفوقاش غادي نعرفوا المنتخب اللي جينا معاه حتى بعد غدا، يعني حتى غادي نساليو الماتش ديالنا وغادي نتسناو بعد غدا عاد غادي نعرفوا المنتخب اللي طحنا معاه واللي تقدر يتبدل كاع. تقدر السويد تضرب اليابان وتجي هي الثانيه، حتى تقدر هولندا تعادل ولا توخا شي حاجه اللي هي صعيبه تعادل مع تونس واليابان تربح ولا السويد تربح وتجي هي الاولى. يعني هولندا تقدر تمشي هي الثانيه ولا الثالثه. مازال كلشي ملعوب، مازال ما غاديش نعرفوا مع من غادي نطيحوا، واخا نجيو حنا الاولى في الجروب ديالنا. ولكن ضروري نلعبوا على المركز الاول، حيت بطبيعه الحال غادي ينقص عليك بزاف المشاكل، وحتى انه تقدر يطيحك مع منتخب اللي هو متكافئ معاه او اللي احسن منه انت. واللي صراحه كنتمنى ان نطيحوا مع السويد احسن كاع ما نطيحوا مع اليابان اولا مع هولندا، حيت السويد واخا ربحت تونس بالنتيجه اللي هي كبيره ولكن فرا ناقصه بزاف، وهولندا عطاتها 5-1 وماشي بواحد ذاك المنتخب اللي هو صعيب. يعني كنظن لا نتمناو انها دير شي مفاجاه ضد اليابان نطيحوا ضدها في الماتش اللي موراه. فكيبقى هادشي في الاخير غير تقديرات. فغادي تلعب مع منتخب قوي سواء في الدور اللي موراه او لا في الادوار المتقدمه، هادشي ما غاديش يتغير. ولكن من الاحسن تبدا مع منتخب اللي هو قدك اولا انت احسن منه احسن باش كتربح واحد الكونفيونس وتمشي في الادوار المتقدمه وانت عندك واحد الحماس باش دير داكشي اكثر اللي درتيه في كاس العالم اللي قبل. واخا كاس العالم اللي قبل طحنا مع منتخبات اللي هما صعيبين بزاف، لا اسبانيا او البرتغال او حتى فرنسا، ولكن كلشي تبدل في 4 سنين. ماشي نفس المنتخبات اللي كانوا قبل هما اللي كاينين دابا. داكشي علاش خاصنا نلعبوا ماتش مع من ما طحتي خاص يكون عندك داك الدماغ اللي خصك تربحو. خصك تمشي وانت باغي تربح، ماشي غير باغي تعادل ولا شي حاجه بحال هكا تمشي للبيلانتيات. داكشي علاش مع من ما طحتي لا هولندا او اليابان او حتى السويد فخاصك تعطي كلشي، خاصك تبين السميه ديالك في هذه البطوله. في الاخير هادشي اللي كاين. نتمناو المنتخب المغربي هاد النهار يقدم مستوى اللي هو واعر بزاف، يربح بنتيجه اللي هي كبيره، وابرز الاشياء ما يتصابوناش اللعابه. فنتمنى نخرجوا من هذه المباراه ديال هايتي وسالمين، حتى واحد ما تصاب، باش نلعبوا الدور اللي موراه بجميع اللعابه اللي عندنا. فنتمنى يكون عجبك الفيديو. كي عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد اللايك، ابونا في لاشين، بارطاجي مع صحابك. تهلاو.